السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهاردة فيديو جديد، اتمنى ان هو يعجبكم وتاخدوا منه افكار، وان شاء الله فيديو النهاردة مليان افكار وحاجات حلوة قوي. تابعوا لي الاخر عشان تستفيدوا منها. ولو اول مره بتشوفيني، انا اسمي اسماء، بقدم وصفات وبقدم روتينات وبعمل لك افكار ازاي تنظمي ميزانيه بيتك، وكمان بديكي افكار لاعاده التدوير، وكمان بديكي نصايح ازاي تهتمي بنفسك وبولادك بشعرك وببشرتك وكمان بصحتك. فمن فضلك ما تنسيش تحطي لي لايك للفيديو وتشتركي في القناه لو ما اشتركتيش، وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات. ويلا بينا كده، بسم الله نبدأ الفيديو. اول حاجة بدأت بيها اليوم النهاردة كان الفطار، زي ما انتم شايفين كده. الفطار بجد كان لذيذ جدا، جربوا البيض بالطريقة دي، سهل قوي قوي وبسيط جدا، شبه الكريب كده بيتعمل. بعد ما البيض بيستوي كده وبيكون بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، بقطعه بالسكينة من ناحية واحدة كده كأني هقطعه ربع واحد. وبعد كده ببدأ ان انا ارص اي حشو بقى انا عايزاه، جبن، لانشون، تركي، اللي انت عايزاه، بسطرمة، كل حاجة. حطيت بيفي بالبسطرمة، وحطيت طماطم، وحطيت فلفل، وحطيت كمان جبنة موتزاريلا وجبنة تركي مبشورة. وبدأت ان انا الف البيض بالشكل ده شبه الكريب بالظبط. بجد يا جماعة والله خطير، ساندوتش بيض قمر، مش محتاج عيش، وبيشبع جدا جدا لان هو طبعا بروتين. والبيض من الحاجات اللي بتشبع جدا. اهم حاجة بس عشان ما تحسوش بزفارة البيض، ما تزودوش المادة الدهنية زيادة عن اللزوم. يعني ما تقوليش انا هحط كمية سمنة بلدي كتير مثلا، او احط كمية زبدة كتير او زيت كتير، لا. الدهون مع البيض كده بتعمل زفارة. اهم حاجة ان البيضة تطلع معاكي بالشكل ده، وما تبقاش مدهننة وانتي بتاكليها، تطلع كده خفيفة وبجد خطيرة. طبعا انتوا عارفيني لازم احط الخضار في اي اكل، فحطيت كمان مع الاكلة دي خيار. وبجد أكلة مشبعة جدا، يعني لو حد هيفطر بيها بقى مع كوباية القهوة أو الشاي أو النسكافيه، بجد خطير. احنا مقاطعين انا قصدي القهوة سريعة الذوبان. زي ما انتوا عارفين ان انا بستخدم نوع اسمه احمد الشيخ، او اي نوع بشتريه من مطحنة البن، بقول له عايزة قهوة سريعة الذوبان، وبشتريها سايبة. وبتطلع والله طعمها جميل جدا جدا. فجربوا، المقاطعة سهلة، وفي عندنا بدايل كتير وحلوة جدا. خلصت بقى الفقرة بتاعة الفطار، تعالوا بقى اوريكم مشتريات كده اشتريتها، مشتريات اسبوعية كده بسيطة. من ضمنها اشتريت صلصة الطماطم دي، لان انا كان عندي الكيس الصلصة اللي قبليه كان خلاص. الصلصة دي سعرها 14 جنيه أو 15 جنيه على حسب المكان. حلوة جدا ومصرية ومش مقاطعة. ابعدوا عن هاينز وعن الحاجات اللي هي المقاطعة. النوع ده حلو جدا ومصري وشركة معروفة وكل حاجة. كمان جبت بطاطس وفلفل، بحب الفلفل الطويل ده قوي، بحبه قوي في الاكل، يعني باكله كده مع الاكل بقى خطير، احلى من الفلفل الالوان والرومي العادي. كمان جبت كيلو من الخيار وكيلو من الطماطم. كيلو البطاطس كان عامل 25، كيلو الخيار كان عامل 25 للأسف، وكيلو الطماطم كان عامل 17 جنيه. والحقيقة الأسعار يعني زادت زيادة غريبة بصراحة، ومش عارفة ايه السبب. كمان جبت دقيق ونشا وشوية كريم شانتيه كده بساط. ان شاء الله هنعمل معاكم بيهم وصفات حلو ان شاء الله تعجبكم. وكمان من الحاجات الاساسيه اللي لازم تبقى عندك في البيت هي البيكنج باودر. فلما يكون معاكي بقى باقي فكه مثلا عند السوبر ماركت كده، تقولي له اديني مثلا فانيليا بيكنج باودر، بجد بينفعوا في البيت. نص دقيق زي ما انا جبت كده، انا جبت نص دقيق ابيض، انا مش محتاجه بس انا قلت ايه هجيبه علشان اي حاجه، اي طوارئ. تمام. تعالوا بقى كده اوريكم الزبدة التحفة اللي انا جبتها. انا لقيت فلاحة في السوق ولقيت معاها زبدة واشتريتها منها، وبجد خطيرة، طلعت خطيرة. انا هسيحها معاكم دلوقتي وهوريكم شكلها في الاخر عامل ازاي. بجد من احلى انواع الزبدة اللي ممكن تجيبوها، خطيرة وسعرها على قد الايد. لان انا جبتها ب80 جنيه، هي الست قالت لي في الاول ب100 جنيه، ولكن انا اشتريتها منها ب80 جنيه.
تعالوا بس كده نرجع للفيديو ثواني. الحاجات دي بشتريت من السوبر ماركت زي ما انتوا شايفين، سعرها 98 جنيه. يعني انا اشتريت جبن قريش وجبنة بيضة، واشتريت بيفي، واشتريت شوية حاجات كده حلوة تنفع معايا وهتقعد معايا فترة. طبعا بالاضافة ان لازم يبقى عندك فول وفلافل، شوية بيض كده برضو لو عندك هيبقوا حلوين جدا وهيقضوا معاكي الاسبوع. كمان اساسي في مشتريات الاسبوع الفاكهة. اشتريت نوعين من المانجا، مانجا نعومي ومانجا سكري. في واحدة منهم كانت مستوية شوية اللي هي السكري هنعملها عصير، والنعومي انا بفكر ان انا اخزنها في الفريزر لرمضان. وكان سعر المانجا النعومي الكيلو ب22، والمانجا السكري الكيلو كان ب20 جنيه. جبت كمان كيلو من العنب الأحمر وكان سعره 30 جنيه للكيلو. هغلي اللبن وهوريكم كده السمنة بقى مراحل ان هي بتسيح على النار او الزبدة. وده شكلها بعد ما سيحت. انا نسيتها شوية على النار فغمقت سيكة، بس بصراحة يا جماعة والله طعمها وريحتها يجننوا. يعني على ضمانتي اشتروا السمنة، طبعا افيد كتير جدا وارخص كمان من انك تشتري السمنة الصناعي المهدرجة اللي يعني على المدى البعيد بتعمل تصلب في الشرايين لا قدر الله، بتعمل مشاكل ودهون وكوليسترول دار وحاجات احنا في غنى عنها. فبجد اعملوا كده واشتروا الزبدة من الفلاحين اللي موجودين في السوق، وشوفوا حد تكونوا بتثقوا فيه كده. وانا عملت اختبار للزبدة زي ما شفتوا كده ودهنتها، طلعتها فركتها بين صوابعي، هتلاقوها اتحولت لزي زيت كده. الزبدة بتاعتك حلوة، قبل ما تشتريها جربيها كده. تمام. وبجد طعمها حلو جدا جدا وطبعا صحية. هنعمل بقى النهاردة حلو لذيذ قوي، هو الكنافة. هعمل كنافة كده بالقشطة، القشطة الكدابة اللي هي بتاعت حلويات رمضان. عملتها معاكم قبل كده في وصفة من الوصفات. هي عبارة عن لبن ونشا، بحط عليه فانيليا، تقدروا تحطوا سكر او لأ اللي انتوا عايزينه. لو الكنافة فيها سكر كتير ما تزودوش السكر، هي بتبقى يعني حلوة. وبعدين احنا بنطلعها نحط عليها شربات، فيفضل ما تتحط لهاش سكر. عبارة عن لبن ونشا وفانيليا، يتذوب على البارد ويتحط على النار يتقل وخلاص بنستخدمه. الكنافة بقى انا هعملها جزئين. اول جزء عملته حطيت عليه السمنة والسكر وبعدين فردته في الصينية كده زي ما شفتوا. بعدين هعمل الجزء التاني واجهزه. انا مش بحط عليه يعني سكر كتير، يا دوبك معلقتين كده كبار، وبقلبهم كويس جدا مع الكنافة. انا مش بزود فيها السمنة قوي. وبتطلع والله حلوة وطعمها حلو وبتبقى شاربة من الطعم ومن ريحة السمنة البلدي. هحط بقى طبقة القشطة كده في النص، بكون رافعة الكنافة كده على جوانب الصينية كأنها عاملة سور، علشان القشطة دي ما تطلعش بره الكنافة وتتحرق في الصينية. بعد كده هوزع النص التاني من الكنافة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده على القشطة دي من فوق. بعد كده هفردها بقى كويس جدا لغاية ما شكلها يبقى متساوي. بعد كده لو حاسه ان انتي الكنافه بتاعتك محتاجه تحطي لها سمنه حطي لها، لو مش حاسه خلاص تمام. لو هي يعني انتي حاطه لها كميه كويسه. انا ما كنتش حاطه كتير في الجزء التاني كده، فحبيت ان انا بالفرشه كده انقط على الكنافه من فوق عشان تاخد لون ذهبي حلو كده من فوق. وهدخلها الفرن. انا للاسف ما صورتهاش لما طلعت من الفرن، بس بجد طلعت خطيره. قولولي بقى جربتوا الايس كريم ده من فرايداي ولا لا؟ من احلى الايس كريمات اللي جربتها، جربوه هيعجبكم جدا. بس كده النهارده ده الفيديو بتاعنا، اتمنى ان هو يكون عجبكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.